السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان الأخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله ما تمنيتم. اسمحوا لنا تعطلنا شوية عليكم، ولكن ماشي بإرادة ديالنا. ضربنا شوية ديال البرد هاد 3 أيام ولا 4 أيام كما تشوفوا، كاع ما نقدروش نهضروا بزاف، ولكن بغينا نديرو شي تليض على الجمهور ديالنا الحابي. الموضوع ديال اليوم هو الاتحادية الجزائرية لم تجد أي ملعب لتلعب حبيتها أمام أستراليا. فكما كما كان منتظرا، كانت واحد المقابلة حبية في شهر مارس تكون ديال المنتخب ديال الجزائر مع المنتخب ديال أستراليا، بعد ما طلبت فرنسا ورفضات، وأمريكا رفضات، وثم بريطانيا رفضت. وهذا الرفض هذا ماشي جاء على حساب اللاعبين، ولا هذا الرفض هذا كيجي في الأحداث اللي وقعت في مراكش وفي الملعب ديال الرباط. كما شفتوا الملاعب وشفتوا الجمهور ديالهم شنو دار في الكراسة ديال الملاعب، والسبان والرشق بالحجار والتكرفيس ديال الجمهور، وحتى شي دولة ما بغاتش تقبل لهم مقابلة حبية في أراضيها، كما شفنا في جميع الدول العربية. وغادي نشوفوا واحد خبر آخر جديد في هذا الموضوع هذا في الجزائر. قال لك سيدي، الاتحادية الجزائرية ترفع دعوى قضائية ضد الشركة دانون. كما عرفتوا حتى هما عندهم شركة دانون كما حنايا، ولكن الشركة فيها زعما الشركة ديال دانون والرايبي، وحتى فيها الفواكه وفيها الخضروات. المهم هي اللي تكلف، عندهم واحد الكونترا معاهم كتكلف المنتخب الجزائري. وكان عندهم واحد المشكل بينهم وبين الجزائر مع الاتحادية الجزائرية قبل ما يجيو لكاس افريقيا المغرب. كانت تما واحد 4 أيام ديال دوزها المنتخب قبل ما يجي ديال الطرابلس تما في الجزائر. ومن تمايا الجزائر كانت الاتحادية طلبت من هذه الشركة هذه توفر لها جميع اللوازم ديال اللي بيتعلق بالدانون والحليب والفواكه. المهم داكشي اللي كيستهلك المنتخب والعواصر والمنتخب ديال الجزائري في الجزائر. ولكن هاد الشركة هذه ما قدرتش توفي بهاد الشروط اللي كانت طالبها الاتحادية الجزائرية. لقاو الحليب ما كانش، دانون ما كانش، لوازم ديال الحليب كاملين ما كاينينش، ولقاو الفواكه ما كاينينش، لا بانان لا لافوكا لا اللي يتعلق بالعواصر. واللاعبين داكشي اللي كانوا كيتناولوا في برا في الدول الاخرى ما كاينش في الجزائر. جاو المغرب دوزو كاس افريقيا، وكما شفتوا راه كانوا هزوا شي بنان وشي بيسطاج وداك كاجو. داكشي اللي كيكون في الفيستير، كانوا كعمروا الجنوب ديالهم. راك شفتوا في شي فيديوهات. وملي سالت اتحاد كاس افريقيا، سالوا الجزائر من كاس افريقيا بعد الخساره امام بعض وسائل الاعلام، كيقول لك اودي راه اللاعبين رفضوا رفضا تاما يرجعوا باقي الجزائر يلعبوش المقابله الا الى توفروا لهم الشروط ديالهم كاملين. هما ما كتعرف اللاعبين راه خصهم اللياقه، كيديروا العواصير ويديروا خاصهم المسائل ديال اللي كتقوي المناعه ديالهم. ما خصهم العصير، خصهم البنان، خصهم هادشي ما كانش. ودابا الاتحادية الجزائرية كتسنى من المحكمة ترد عليها الشركة ديال دانون واش توفي بالمسائل كاملين وتخلص هاد الخسائر اللي كبت على الاتحادية الجزائرية.
ولا غتسالي معها. وهذا الموضوع هذا كاين دابا، كاين في الجزائر. الا بغيتي تقلبوا عليه قلبوا، راه كاين في سميتو، كاين في السوشيال ميديا، كاين في القنوات ديالهم هما اللي قالوا. وفي واحد موضوع اخر، اتحاد العاصمه الجزائري كما عرفتوا دار واحد المقابله مع اولمبيك اسفي في الاتحاد الافريقي يوم السبت. وجاء اتحاد اولمبيك اسفي رفعوا الرايه المغربيه كامله كما فعلت شباب القبائل امام الجيش الملكي هنا في المغرب. ماشي الشبيبه اللي كان فرضوا على الشبيبه ترفع ديك الرايه، باش زعما كما عرفتوا بان القبائل هما ما عندهم الاستقلال ديالهم، كيطلبوا الاستقلال ديالهم واعلنوها، ولكن فرضوا عليهم يهزوا هذه الرايه هذه ولا ما غاديش يرجعوا للبلاد. وحتى اولمبيك اسفي ملي مشات تمايا دارت رد الفعل حتى هي، دارت الرايه كامله ودارت سميتو. وملي العميد ديال الجيش ديال اولمبيك اسفي والعميد ديال اتحاد العاصمه عطاه هذيك الاشاره اللي كانوا كيتبادلوها سميتو العميد ديال اسفي والعميد ديال اتحاد العاصمه، وهذاك اللاعب ديال اتحاد العاصمه شاف ديك الرايه كامله كيديرها وخبى على اللور هنايا، رجع اللور باش يبينها، ما بغاش يبينها حيت ما يشوفوش العسكر بانه واز ديك الرايه. عادي داكشي راه كاين في اي منتخب، واخا يكون حتى ديال كما كان، هذا قانون ديال والاستفزاز كما كنا راه ديما كاينه في هذه المقابلات. كما كنا قلنا سابقا، او هذه المقابلات ديال الافريقيه ولا ديال المنتخبات خصهم يشوفوا شي محل يديروا ملعب محايد ويلعبوا المقابلات ديالنا مع ديالهم، راه ديما الاستفزاز وديما مشاكل. ونمشيو للمقابله اللي كنا هضرنا عليها، حبيه بين المنتخب ديال جمهوريه تندوف والجزائر. بعد البلاطوهات ديالهم قال لك ودي راه هذه المقابله نقلتها 250 دوله في العالم. يا سلام، 250 دوله كاع ما كنقلش كاس العالم ما كنقلش 250 دوله. قال لك 250 قناه دوليه نقلت هذا الماتش هذا اللي بين منتخبين جزائريين لعبوا مقابله حبيه وتعادلوا 0-0. وقال لك هذا راه رساله قويه للقجع. واش بان لكم في هذه القضيه هذه؟ القجع شنو هو سميتو ديالو في هذا الدور ديالو في هذا الشيء هذا؟ الدور ديال القجع حيت هو سد عليهم، كان سد عليهم يزيدوا قبل في 2017 كانوا غادي يدوزوا واحد القرار ديال الاتحاد الافريقي باش يزيدوا اتحاد اخر ديال هذه جمهوريه تندوف. وكان المغرب صدمهم القجع ورفضت الاتحاد الافريقي واعلنت بان هناك 54 اتحاديه في افريقيا لا مكان ل 55 اتحاديه. والقجع شد لهم ودابا كيقول لك ودي ها حنا رجعنا غادي نشاركوا في الاقصائيات ديال 27. هذا تحدي، هذا كنسميه انا تحدي، وكنسميه بان هذه الاتحاد الجزائريه برئاسه سميتو صادي وبرئاسه في جهه اخرى ديال الجمهوريات ديال تندوف بالعمري، غادي نشوفوا واش غادي يتحداو هذا القجع هذا ويزيدوا هذا الاتحاديه تكون 55 وجوج منتخبات فوق دوله واحده، ولا القجع يا ما مسوق لهمش والخدمه ديالو راه دارها. يقولوا هذا القجع هذا كيدافع على المصالح اخرين بحال هذه المقابلات بحال كذا، ولكن اين هو القجع في هذا المشكل ديالنا حنايا في هذه الكاس الافريقيه؟ اين هو؟ اين اختفى القجع؟ هذا سؤال. اين اختفى رئيس جامعه الملكيه المغربيه مؤخرا؟ ما شفناش هذا الرئيس هذا يخرج لينا، يخرج للجمهور المغربي يقول له دي يوضح له، يقول له حنايا راه تابعين القضيه ديال النهائي ولا خسرناها ولا راه المقابله انتهت ولا راه غادي نستأنفوا. بعد هذه الفضيحه اللي وقعت دابا في تنزانيا ذاك النهار فاش داروا ديك الاجتماع اللي كنا كنتسناوه، وانا ما كنتش كنتسنى الحقيقه. قلتها لكم في الفيديوهات الاولانيين، قلت لكم اخواني ما تسناو حتى حاجه من هذا الاتحاد الافريقي، قلتها لكم هذه 2 مرات وهذه ثالثه. ما تسناو حتى حاجه من هذا العجوز ديال موتسيبي. راه موتسيبي ما عنده ما يضيف الا المغرب وما عنده ما يضيف الكره الافريقيه. هو راه كيدير المصالح ديالو، اي دوله كياخذ منها اللي عطات له الفلوس كيخدم شغله، هو راه خدام شغله وكيتسنى تكمل هذه المده ديالو وغادي يمشي بحاله بدون حرج وما عنده حتى شي مشكل. كنتسناو من الاتحاد الافريقي دير هذا الاجتماع ديال هذاك النهار. دارت الاجتماع، واش من خرجات من هذا الاجتماع؟ واش تمت الاستئناف ديال المغرب قبلتها وحيدت شي عقوبات ولا زادوا عقوبات؟ لا مازال، ولكن ما غاديش تزيد ما غاديش تنقص. دابا الكره كاينه عند القجع، ها السي فوزي القجع. حنايا يلاه بغينا نعرفوك واش انت
عندك شي حاجه في هذا الاتحاد الافريقي ولا ما عندك حتى حاجه كما قلنا. الا كاين شي امل قولوا للجمهور المغربي، قولوا راه كاين شي امل، حنا تبعنا القضيه تكمل الاستئناف نمشيو للطاس. والا ما كانش قولها للجمهور باش يمشيو بحالهم، راه كاين الجمهور اللي باقي كيتسنى المقابلات تعاود كما الجزائريين كيما كيتسناو المقابله ديال الكاميرون، الجمهور المغربي ولا عاوتاني فيه واحد الطرف كيتسنى المقابلات تعاود. الا غتعاود هذه المقابله قولها لهم، الا تسالت قولها لهم، حيت خرج لنا واحد الحكم رئيس ديال الحكام هذا هو القرار الجيد كاع اللي خرج من الاتحاد الافريقي. الا استغلوا فوزي القجع هذا القرار هذا ينفعوا 100%، ولكن هو يخرج يقول لنا الحقيقه. يقول لك الاتحاد الافريقي رئيس ديال لجنه الحكام قال لك اي لاعب ديال السنغال اللي كانوا انسحبوا من الملعب خصو صفره، خرج بالاذن ديال الحكم، وملي رجع للمقابله خصو انذار. علاش هذا الحكم هذا ما طبقش هذه القضيه هذه؟ علاش ما طبقش القانون؟ يطبق غير القانون، حنا بغينا غير القانون، اللي بغى يربح يربح. رجعوا اللاعبين بدون انذارات. وهذا الرئيس ديال اللجنه كيقول لك اودي راه جاونا الاوامر من الفوق باش ما نعطيو الانذار حتى واحد اللاعب، باش ما ينسحبوش ولا باش ما تخسرش المقابله، وحنا نخسروا المقابله، ما تخسرش وحنا نخسروا. كون طبق هذا القانون هذا ديال الصفراوات، كانوا 3 اللاعبين ديال السنغال ما غاديش يلعبوا اشواط الاضافيه، 3 غتكون عندهم حمراء منهم مندي الحارس، 3 اللاعبين. والا خرجوا لك 3 اللاعبين بحمراء شنو باقي؟ اش كتسمى هذا الانهزام مباشره. ولكن لماذا لم تطبق هذا القانون هذا ديال الاتحاد الافريقي؟ علاش منا حنا كنسمعوا في حقنا؟ الحاجه الوحيده اللي بقات في يد القجع هو يمشي للطاس، وما يتسنى حتى حاجه من هذا الاتحاد الافريقي. حنا ما باغيين شي حاجه من هذا الاتحاد الافريقي باقي نهائيا، ما باغيين منهم حتى حاجه، لا نستقبلوا شي منتخب ولا نديروا شي سميتو نضربوا شي كاس افريقيه ولا حتى حاجه، ما بغيناش منهم. فكوا هذه هي الفرصه ديال القجع في التاريخ ديالو يدير شي حاجه للمغرب، هي هذه. ماشي يورينا في الملاعب هذا كلشي، هادشي هذا الفلوس ديال الشعب ديال الدوله، هذا كلشي الرزق ديال الدوله ديال الشعب. خصو يجيب لنا شي حاجه. الا كان هذا الرئيس قال لك عنده مع سميتو عنده الكواليس وكيدير وكيحيد وكيدير، يجبد لنا غير حقنا حنا، يمشي للطاس يدير لنا الدعوه في الطاس نتسناوها كيما بغات تخرج، ويدير فيها هذا الشيء ديال التحكيم. راه قانون خصهم يخرجوا لانذارات لكل لاعب خرج من المقابله، خصو انذار. الا رجعنا باش نعطيو الانذارات لهاد اللاعبين فيهم 3 اللاعبين غيطردوا عندهم كلهم صفرات. وعلاش ما يطبقش هذا القانون هذا القانون لصالح ديال من؟ هو الصالح ديال الاتحاد الافريقي والسنغال ولا الصالح ديالنا حنا يبقاو لاعبين؟ كاع سيدي ما يبقاوش، يخرجوا من الملعب نديو الكاس. علاش حنا ديما كنوصلوها للنهايه وكنصبحوا في حقنا صح؟ ديما هادشي اللي كيوقع علينا، وقع لنا هادشي هذا في كاس افريقيا السيدات باش ما تعلنش علينا بيلانتي، ومن بعد عاوتاني وقع لنا دابا في كاس افريقيا النهايه، وقع لنا في كاس العالم مع فرنسا. انت غتبع هادشي هذا غير ما نحدوا من هذا التخرويض، هذا الشيء اللي كيوقع لنا المنتخب ديالنا، نوقف معاه نزيدوا نجيبوا حقنا ندوا حقنا، اما نوقفوا هذه المهزله ديال كره القدم نهائيا. خليونا نلعبوا باللي كانوا وربحوا باللي كانوا، فين ما تنظم شي كاس ولا تاهلنا نمشيو نلعبوا فيما كيما خرجت النتيجه. حنا نظمنا وجدنا ودرنا كلشي، في الاخر يجي واحد سرق الزيت يطيح لنا فيها سميتو يدي الكاس غير هكاك بارده. وكنتمناو التوفيق للجامعه في هذا القرار هذا، الا اتخذت هذا القرار هذا هو في صالح الجامعه وفي صالح الشعب المغربي. حنا كنتسناو من الاتحاد الافريقي ما كنتسناو منه حتى شي حاجه. فهاد القضيه هذه نرجعوا للاخوان ديالنا في الجزائر. قال لك اسيدي رابح متجار، انتم عرفتوا اللاعب ديال الجزائر سابقا ولعب كره وكتعرفوا هذه وهذه، وكان مدرب ديال المنتخب وجراو عليه، وكان مدرب وجراو عليه، ما كنعرفوش به نهائيا. خرج لنا هو البارح قال لك اودي ملي جا داك المجسم ديال كاس العالم الجزائر، قال لك اسيدي ملي حدا السيد الرئيس تبون بالبركه ديالو، حيت هذا الرئيس هذا عنده البركه وفيه البركه للجزائريين بزاف، خصوصا في هذه السنه هذه ديال 25 فيه البركه بزاف. قال لك اسيدي ملي مسوا بالبركه ديالو ان شاء الله الرحمن الرحيم هذا الكاس هذا غادي يبقى في الجزائر، مع يلعبوا كاس العالم غادي يرجعوا للجزائر. قال لك المنتخب ديالنا في اعلى قمه وغيجيب لنا هذا الكاس ان شاء الله في امريكا والمكسيك وكندا. وغادي نسدوا هذا الموضوع بواحد موضوع اخر، هذا ديال الضحك. قال لك اسيدي الجزائر وزير الشؤون الدينيه ووزير الاقتصاد، على كاع وزير الاقتصاد ديالهم هذا غير الضحك فقط. قال لك اودي والمفتيات ديالهم، شوفوا حتى المفتي قالها، واحد الفقيه ديالهم حتى هو قالها، كيدير هادشي ديال هذه الاسئله واش تقول السميه ديالو، نتوما غادي تجبدوها تعرفوا واش كاين ولا ما كاينش. كيقول لك اخيرا الجزائر الحكومه ديالها الوزاره ديالها وافقت على طلب استيراد البغال
والحمير بعد أن لحم ديال البقار وديال سميتو ديال الحلي ما كانش واش يجيبوه، غيبدلوه بالحمير والبغال حاشاكم. وهادشي راه في القناه ديالهم وكان عندهم نتوما. قال لهم هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم هاد الاتفاقيه راه في الطريق ديال غديروا واحد الصفقه كبيره مع سميتو مع تركيا، اللي في هذه الايام غتكون ان شاء الله صفقه تاريخيه، حيت غنعرفوا بان تركيا هي اكبر دوله كدير هذا الحيوان هذا بزاف، وخصوصا الحمير. انتم عندهم المزارع ديال الحمير كيديروا الحليب وكيديروا الحليب ديال الحمير موجود في تركيا ومشتقات ديال الحليب. وقال لك دابا غادي يستوردوا زعما مثلا سلة الحمار حاشاكم سلات من الحليب وداك الشيء كبيره، غادي يوليو يستوردوها الجزائر باش يوفروا اللحم للشعب الجزائري. هذا ماشي من عندي، هذا من عندكم، وشوفوا الوزاره ديالكم واش قالوا ولا ما قالوش. والوزير ديال الدينيه ديال الشؤون الدينيه الاسلاميه في هذه السيمانه هذا ديال الجزائر علي قال لهم اودي راه هذا رمضان هذا ما تسولوش على اللحم والحليب ومشتقات ديال الحليب، انتم صايمين والله العظيم. راه ماشي انا من وزير الشؤون الدينيه ديالهم، راه شوفوا قلبوا عليها تلقاو قال لهم الحليب واللحم غتزيدوا تصوموا عليه، ما تقلبوش عليه في هذا رمضان هذا. بلا ما بسطنا شي واحد كما قال لهم وزير الداخليه، قال له على عينين محلولين، اللي دار شي حاجه راه غادي نشدوه. ما كاينش الحليب، ما كاينش اللحم، ما كاينش البنان، ما كاينش العواصير. راه رمضان صيفطوا لنا الله باش نصوموه، ماشي باش ندير فيه الاسراف باللحم والحليب ودانون والعواصر. ها الدوله حل عينها هكا داير، اللي دار شي خطا غيتحمل المسؤوليه ديالو. وهذا الشيء هذا من وزير الشؤون الدينيه ديال الجزائر، اللي قال بان الا كان شي واحد دار شي خطا راه غيمشي فيها للسجن. العقاب ما كاينش، العقاب ديالهم ماشي بحال حنايا 3 شهور كما درنا لهذاك ملي داروا داك الجزائري اللي حاشاكم خسر الملعب وداك الشيء كيبين. لا، قطعوا الفلوس ديال الملك ديال الدوله ديالنا هكا، قال لك عطوا لهم 8 شهور وقيل الله اعلم. هادو راه من 5 سنين للفوق شافوا شي واحد جاب كيلو د اللحم ولا جاب شكاره د الحليب وتصور ولا شي حاجه صورها للشعب يستفز الشعب، راه في 5 سنين ديال الحبس الفوق. رمضان صفتوا لنا الله باش نصوموا ونقربوا عند الله سبحانه وتعالى. حتى مكه قربوها للشعب ديالهم، اللي بغى يمشي غير على رجلو يمشي يدير الطواف ويحج ويرجع، كل شيء موجود، كل شيء وفرته الدوله بلا ما نقلبوا على هذا الحليب وهذا اللحم هذا. وشكرا للجمهور العزيز، وكنتمناو يعجبكم هذا الفيديو هذا، واخا فيه شويه ديال الرياضه وفيه شويه ديال الضحك، حيت ما خصها تبقاو غير الرياضه راه كان الرياضه موجوده فين ما مشيتي، راه كاين الرياضه شويه ديال الضحك وشويه، ولكن هذا الشيء هذا راه كاين نقلبوا عليه، راه كاين في القنوات ديالهم وكاين في السوشيال ميديا ديالهم، وهما كيقولوا هذا الشيء هذا، ماشي حنا كنجيبوا شي حاجه من عندنا. ونتمنوا لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.